بلدنا فيها مليون محامي، أشوف عددهم أقول يا حامي. أتاري فيها مليونين حرامي وكل واحد عليه قضية. ما ينفعش نبدأ كلامنا إلا ونناديله بعم جلال عامر، لأنه مش بس عمك أو عمي، ده عم كل المصريين. جلال عامر في تاريخ المصريين كتب اسمه من زمان قوي، من وقت ما اتخرج من الكلية الحربية ومروراً بمشاركته في 3 حروب مصرية، آخرهم حرب أكتوبر العظيمة. عم جلال عامر اسكندراني مجدع، اتولد في حي الجمرك في 25 سبتمبر 52، الحي اللي اتسمى فيه شارع باسمه تخليداً لذكرى رحيله اللي هي النهاردة 12 فبراير. رضا الناس غاية لا تدرك، ليس إلى السلامة من الناس سبيل. جلال عامر درس القانون والفلسفة مش بس في الكتب، لأ في الحياة كمان. قدر إنه يقدم لنا طول الوقت سخريته في جمل قصيرة تخلي دماغك تلف 30 لفة وانت بتسمعها، وكأنه اختصر حياة كاملة في فلسفة جملة يضحك وتضحك بيها معاه، انت وانا وهو وهي على العيشة واللي عايشينها. أرجو أن لا دول يستبعدوا دول ولا دول يستبعدوا دول، ويلتقوا في منتصف الطريق من أجل أن تتحول مصر إلى اليابان وليس أفغانستان. ومن الكتب اللي كتبها جلال عامر قبل الثورة وتحديداً سنة 2009 كان كتاب مصر على كف عفريت، والكتاب ده كان محاولة منه لبحث حالة وطن تعبان من الفساد، تعبان من النفاق، تعبان من الازدواجية. عم جلال وصف حال الوطن في الكتاب ده وقال: في مصر بس لا يمشي الحاكم بأمر الدستور بل بأمر الدكتور. وقال كمان: لم يعد أحد في مصر يستحق أن نحمله على أكتافنا إلا أنبوبة البوتاجاز. فمصر عظيمة قوي، والمفترض إن هم يقروا تاريخها حتى يعني يعرف إيه الشعب ده وإيه. ما بيقروش تاريخ، ما بيقروش خالص. عم جلال قلبه كان طول الوقت تعبان، لكنه كان مصر على الحياة. وفي يوم حزين ووسط ولاده في مظاهرة في راس التين وقع عم جلال. قلبه الفاهم ما استحملش، قلب لسانه وما كملش، مصر دي باقية ما بتندبحش. لا، مصر هتكسبهم، مش دي بيه هيتذبحوا كلهم. مصر لا، مصر هتكسبهم. مصر 7000 سنة كانت دولة أيام ما كانت الدول دي المحيطة بينا. في ده جورنال الأهرام طالع قبل نص دول المنطقة ما تتخلق. مصر هتكسبهم، مصر مش ذبيحة أبدا. ويجعلوا عامر يا عم جلال يا عامر. بس انتوا بكرة نغمة فهم. لو قروا تاريخها يعرفوا إيه مصر. لو أني أعرف أن الحب خطير جداً ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جداً ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. من كل أطياف الشعر كتب، ومن كل أشكال النقد قابل. هو شاعر الحب والرومانسية في ذكرى وفاته نزار قباني. اتولد نزار قباني في دمشق سنة 1923 لأسرة سورية عريقة. درس في سوريا كل مراحل دراسته لحد ما اتخرج من كلية الحقوق سنة 45. نزار قباني هو الشاعر الدبلوماسي، وده اللي عمله في السلك الدبلوماسي بعد تخرجه، فكان سفير لسوريا في العديد من الدول، وده كان سبب في إنه يطوف عواصم كتير زي القاهرة ولندن ومدريد، وده طبعاً أثقل شخصيته بشكل كبير. وزي كل الشعراء والفنانين ما قدرش نزار يتحمل عبء الحياة الدبلوماسية والسياسية وتفرغ للشعر، وكانت ثمرة مسيرته الشعرية 41 مجموعة شعرية ونثرية، كان أولها ديوان قالت لي السمرة سنة 44. سنة 56 كانت نقطة تحول في حياة نزار قباني. أبدع نزار قباني بكلماته في كل ألوان الشعر، كتب الشعر الوطني والرومانسي والشعر السياسي، وتغزل كمان في مدينة الياسمين دمشق العريقة. غنى أشعاره كبار الفنانين العرب، على رأسهم طبعاً الست أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفيروز ومجد الرومي وقاذم الساهر ومحمد عبد الوهاب وغيرهم كمان. أما عن حياة نزار قباني الشخصية فكانت ممزوجة بالأحزان والشجن، ومن الأحزان دي
يوم انتحار شقيقته اللي اتفرض عليها زوج ما بتحبوش، والحادث ده كان له أثر كبير في حياة نزار قباني، فقرر بعدها محاربة كل شيء اتسبب في موتها، وقال بعد وفاتها إن الحب في العالم العربي سجين، وأنا أريد تحريره، أريد تحرير الحس والجسد العربي بشعري، وأن العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا غير سليمة. وعن جواز نزار قباني فهو اتجوز مرتين، الأولى من بنت عمه والتانية الشاعرة العراقية بلقيس الراوي. من الأحزان اللي أثرت في حياة نزار قباني وفاة ابنه توفيق وهو عنده 17 سنة بمرض القلب، وده كان بالنسبة له صدمة كبيرة جداً، ورثاه طبعاً في قصيدة إلى الأمير الدمشقي توفيق قباني. وفي سنة 82 كانت زوجته بلقيس ضحية لانفجار السفارة العراقية ببيروت، وترك راحلها أثر نفسي سيء جداً عند نزار، ورثاها بقصيدة تحمل اسمها بلقيس. وبعد وفاة زوجته بلقيس ترك نزار بيروت وسافر لباريس وجنيف ولندن اللي كتب فيها أشعاره السياسية المثيرة للجدل. وفي 30/4 سنة 98 رحل عن عالمنا نزار قباني عن عمر 75 سنة، بعد ما قضى أكتر من 50 سنة منها في شوارع الحب والسياسة والثورة. بسنت بكر، نغمة فهم.